cyber world. I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons. Exploring the unknown cyber realm. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس ال AI Coding. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في الذكاء الاصطناعي، وهي تلخيص النصوص تلقائيا باستخدام موديلات جاهزة من هاجنج فيس. تخيل معايا إن عندك مقال طويل أو مستند كبير وعايز تلخصه بسرعة من غير ما تقعد تقرأ كل كلمة فيه. هنا بقى يجي دور الذكاء الاصطناعي. دلوقتي تعال نشوف الكود اللي بيعمل كده. احنا هنا بنعتمد على مكتبة اللي من ترانسفورمرز، وهنبدأ بموضوع البايبلاين. السطر ده بيقول للبايثون أنا عايز أستخدم موديل جاهز لتلخيص النصوص. بنستخدم حاجة اسمها بايبلاين، ودي بتجهز لنا كل حاجة تلقائيا، الموديل وتحويل الكلام لأرقام وكل اللي ورا الكواليس. والموديل اللي اخترناه هنا هو فيسبيرت من فيسبوك. ده موديل جامد جدًا اتدرّب على آلاف المقالات زي مقالات من CNN وDaily Mail يعني تم تدريبه عشان يعرف يلخّص الكلام بطريقة احترافية. وقُلنا إن إحنا أي موديل بنحتاجه بنحصل عليه من على Hugging Face، مش محتاج أكتر من إنك تعمل search على اسم الموديل أو على الحاجة اللي حضرتك عاوزها وتجيب اسم الموديل وتنادي عليه هنا في السطر بتاع pipeline. بعد كده هنكتب النص اللي إحنا محتاجين نلخّصه، وليكن النص ده عن البرمجة مثلًا. هنحطه في variable اسمه long text. وهنا بقى بنبعت النص للموديل، بنقول له خد النص ده واديني ملخص، بس خليه مختصر وما يزيدش عن 80 حرف. طبعا رقم 80 ده تقدر تغيره زي ما انت عايز. ولو انت محتاج ان الموديل يشيل اي رموز غريبة او مسافات زيادة ملهاش يعني احتياج عندك، فهتكتب clean up tokenization space يساوي true. هنضيف هنا بس القوس، هنعدل الأقواس كده تمام. نرن الكود، هنلاقي هنا إن تم تلخيص النص الأصلي اللي هو عن البرمجة بس في 80 كلمة. الموديل ده بيرجع لك الملخص جاهز، الزتونة يعني زي ما بنقول، من غير ما تضطر تقرا النص كامل. الموضوع ده مفيد جدا لو بتتعامل مع بيانات كبيرة زي تقارير، مقالات، أو حتى شتات طويلة. جرب الكود بنفسك على جوجل كولاب وشوف ازاي الذكاء الاصطناعي بيقدر يلخص الكلام. لو محتاج أي استفسار اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجاية. أنا إيمان علي ودي سايبر توكس.